السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض دلوقتي طريقة تخليل السردين. هنحدقه مع بعض. السردينة دي اللي هي الناعمة دي اللي معلهاش قشرة، انا بحبها في التخليل. هو ملخبط كده يعني، فيهم اللي هي العريضة ديت والأصلية ديت واللي هو التاني ده. ده كيلو سردين، وده ملح، ده ملح معانا اهو. هنحط عليه حبة شطة، ما نكترش يعني. هنا هنرص كده رقة سردين، نحط عليه رشة ملح، نحط رقة كده سردين ورقة ملح. انا بحب السردينة الرشيدة دي يا حبايبي. كل لما بلاقيها بجيبها وبعملها، ساعات في صينية، ساعات بجيب اللي هي الكبيرة شوية. دي ب20 جنيه، وفي ب30، وفي ب40. ب40 اللي هي الكبيرة العريضة اللي عليها قشر دي، تبقى حلو في الشوي. العلبة دي يا حبايبي انا مخصصاها كده، بعمل فيها السردين. الكيلو السردين يا حبايبي ما خدش يعني، ما يجيش ربع كيلو في ملح. هنبيته برا التلاجة كده ليلة، وبعد كده نحطه في التلاجة. وعلى حسب بقى الاكل، زي على حسب ما احنا عايزين. انا بحب اكل منه بعدها بيومين على طول، باكل منه. هنزل عليه بقى بشوية زيت كده، يعني يقعد في التلاجة اسبوع يا حبايبي، ناكل منه ما بيجرالوش حاجة. بس اهم حاجة نحطه في التلاجة. انا هبيته بس ليلة برا، وبعد كده احطه في التلاجة. لو مش هتاكلوا منه على طول، حطوها في التلاجة عادي، يعني في التلاجة من تحت.
ونحط الكيس كده على الوش. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هوريهولكم ان شاء الله لما يهدوء معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هناكل السردين النهارده. معلش، هو بقاله يومين. انا بحب اكله رطب كده. طعمه جميل. هنطلعه يا حبايبي مع بعض. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كويسين؟ انا لسه جايه من المدرسه. شاطر يا سيل. خلاص يا حبايبي، حطيت السردين بتاعنا اهو. احنا اللي هياكل حاجه هينضفها. نمسك السردينه كده تطلع كده بالقلب بتاعها. وناكل بقى، ننضف اللي ياكل حاجه ينضفها. جميل زي الفل يا حبايبي. وعملت معاه البصل اهو. اتفضلوا معانا. يا رب فيديو النهارده يكون خفيف على قلبكم، وطريقه السردين تكون سهله. وما فيش اسهل من كده، يعني اسهل حاجه. وان شاء الله نعمل مع بعض الفسيخ وحاجات كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.